وتخيل بقى ان انت تكون لعيب محترف وبتنافس على فرصة وبتحارب على فرصة في الفريق اللي انت بتلعب فيه هناك بره في فرنسا، ويجي المدرب بتاعك بتاع منتخبك يقول عليك ان انت ربع محترف. هو ده اللي حصل مع مين؟ حصل مع مصطفى محمد. ان حسام حسن طلع في مؤتمر صحفي رسمي وقال ان احنا عندنا 2 محترفين وربع. 2 محترفين وربع، وده كان قصده 2 محترفين هو صلاح مرموش، والربع اللي هو مصطفى محمد. مصطفى محمد اللي سافر فرنسا، ومدرب نانت، مدرب نانت حرفيا كان بيعند معاه بس لا اكتر ولا اقل، بيقعدوا على الدكه مهما تالق ومهما جاب اجوان. مصطفى محمد برده كان بيقعد على الدكه، والمدرب كان معاه كان عنصري لابعد الحدود، كان عنصري حرفيا لابعد الحدود. والواد كان بيحارب على ربع فرصه، وكان بينزل يتالق، وكان بيلعب 10 دقايق و5 دقايق وما كانش بيتكلم وما كانش بيعترض، وكان بيحارب على ربع فرصه بره، وكان بيجي هنا مع المنتخب كان بيحارب برده كمان، مع انه كان بيلعب مع مهاجمين او كان معاه مهاجمين اقل منه بكتير كاسامه فيصل او كذا كذا. مصطفى محمد اعلى منهم بكتير، ويمكن اعلى مهاجم مثلا في الجيل الحالي بتاعه حرفيا في مصر يعني. وبقاله فتره كده، بقاله اكتر من 6-7 سنين على الفتره دي، من قبل ما يحترف وكان في الزمالك، وبعد ما كان احترف برده في فرنسا كان برده هو الاعلى فيهم. فراح هناك برده في فرنسا كان بيحارب، يجي هنا مصر كان بيحارب برده على الفرصه، وبيحارب برده ان هو يتالق ويلعب افريقيا. كان بيحارب عشان برده حاجه زي دي تساعده انه يلعب في افريقيا، تساعده ان هو يحترف في حاجه اعلى من نانت، او يوصل لحاجه اعلى من نانت في فرنسا او بره فرنسا، ويفضل برضو متمسك بالفرصه. يجي المدرب بتاع منتخب مصر هو حسام حسن يقول عليه ربع محترف. دي طبعا حاجه لا تطاق وحاجه لا تقال اصلا. صحف اعلاميه واخباريه كتيره عالميه ومشهوره تقول وتنقل الخبر ده فعلا انه هو خبر حقيقي 100%، ان حسام حسن قال عندنا 2 محترفين وربع، وكان قصده الربع على مصطفى محمد. فده شغل لا يطاق. فالواد بقى بيحارب، ده حاجه ما حدش يستحملها نفسيا ولا اي حاجه الصراحه. الواد بقى بيحارب خارجيا وداخليا، ومفيش اصلا محترفين او مفيش اصلا مهاجمين يمكن احسن منه في مصر. الواد مش عارف بيحارب على ايه. بس ده اللي حصل مع مصطفى محمد. سلام.